كافي تقلب بريلزات وخلي انبهك على شغله تفيدك. 3 شغلات جاي تسويها يومية جاي تدمر بيها دماغك. إذا تريد تعرف ليش تنسى شغلة استوك شلتها، أو تركيزك صاير قليل وتحس جاي تمر بزهايمر، كمل الفيديو. أول كارثة هي السهر الليلي. تقعد لل4 الصبح وتقلب بس بالريلزات أو تسوي لك شغلات ما لها داعي وتضيع النوم على نفسك. أنت عبالك عادي، بس دماغك يريد يسوي عملية التنظيف من الداخل اسمها جلايمفيتك سيستم، وبدون النوم تتراكم السموم بداخل دماغك. مبروك، عقلك صار مجرد سكراب. الكارثة الثانية جماعة ال7 صنايع، ماسك الموبايل، ياكل، يباوع على الطوبة ويحكي ويا صاحبه. عبالك جاي يسوي شغلة وبيها ذكاء؟ لا حبيبي، انت جاي تصرف الجلوكوز الموجود بجسمك مثل السايبة اللي تطلع على الجبل، وبالنتيجة دماغك جاي ينزل الاي كيو مالته، يعني الذكاء، 10 درجات كل مرة، يعني جاي تستغبي بيدك. الكارثة الثالثة تشرب بيبسي وتاكل حلويات كأنك داخل بحرب. السكر يسوي التهابات بالدماغ ويضرب منطقة الحصين المسؤولة عن الذاكرة الموجودة بالدماغ. التأثير عليك مستقبلا ممكن تنسى اسمك وعبالك اسمك سعدية. يعني التأثير عليك مستقبلا مو بس تنسى مفتاح السيارة أو تضيع الموبايل مالتك، ممكن تنسى نفسك هم. هذا الدماغ الموجود براسك الملهمد لازم تدير بالك عليه وتقلل السكريات قدر الإمكان. لازم تنام من وقت وتبطل تشتت انتباهك بالشغلات اللي ما لها داعي. يوم تنسى اسمك وتسمي نفسك سعدية. إذا تحب المحتوى العلمي لا تنسى اللايك وتتابعني.